الانطباع اللي انت بتاخده من اول وهله كده انك انت في مكان مش عادي. احنا جبنا التيكت وخلينا نخش ونشوف التجربه ونلف فينيسيا كلها، لان المباني ديت معموله من 500 سنه والاعمده الخشبيه اللي فيها متثبته من 500 سنه. ان انت ممكن تنزل من باب بيتك تركب المركب بتاعتك، يعني هنا بدل ما بتنزل تركب عربيتك انت بتنزل من مدخل البيت تركب البوت بتاعك وتروح مشوارك اللي انت عايزه. شارع ريو تيرا ديل كريستو. انت متخيل دي الشوارع عادي كل دي ازازه فور عمر. واو. العماره شكلها قديم جدا وشكلها تاريخي، بس المطعم بجد تحس ان هو فيه روح حيويه جدا. اخيرا البيتزا جت. خلي بالك احنا طلعنا الشنط ونزلنا على طول عشان نشوف الجمال، لان الواحد فعلا مش قادر يقعد في الغرفه حرفيا. ايه انطباعك يا استاذ عمر عن فينيسيا؟ عم بسمع هنجار عم بيجوا هيك. لا والله يا عم خلينا بايطاليا انا اسمع شو عم طيب اسمع هيك يا معلم. الانطباع اللي انت بتاخده من اول وهله كده انك انت في مكان مش عادي، يعني مش مدينه عاديه، مستحيل. يعني انت مستحيل مثلا تبقى انت ماشي كده وبتفكر ان انت في مدينه عاديه خالص، لا انت في مكان فظيع جدا. كل حاجه فيه مختلفه عن اي مكان هتروحه بعد كده ولا قبل كده. اجواء تحفه. وطبعا المفروض ان ديت تعتبر زي الباصات النهريه، او هي تعتبر هنا هي ديت اللي كل الناس بتركبها ماشيه في البحيره وعشان تروح وتيجي. والمفروض ان هنا الجهاز اللي بيخليك تقطع التذكره، والتذكره ب 25 يورو لو انت اخدت يوم كامل تقدر تروح وترجع، وفي عندك ساعه ب 10 يورو. هناخد التذكره وهنشوف كل فينيسيا، لان انت بتركب المركب وتشوف فينيسيا كلها وتتمشى رايح جاي. بجد تحفه جدا وهتبقى تجربه كويسه. ويلا بينا، احنا جبنا التيكت وخلينا نخش ونشوف التجربه ونلف فينيسيا كلها. يا جماعه هنا ديت زي محطه الباص بالظبط في اي مكان، يعني المفروض هي دي المواصلات اللي موجوده. اليوم كامل ب 25 يورو. وانت كده ماشي في وسط البيوت تحفه. خلي بالك ده الفندق اللي احنا نازلين فيه. واو جامد جدا يا جماعه. حلو الفندق ده على فكره، رخيص جدا، سعره 75 يورو، يعني مش رقم خالص بالنسبه لمكانه وبالنسبه للمنطقه وبالنسبه للبحيره. بجد تحفه قوي. خلي بالكوا يا جدعان الميه هنا مالحه، مش ميه نهر، دي ميه جايه من البحر. طبعا انا كل ما بروح مدينه او كل ما بروح مكان اشتري الباص بتاع المواصلات، الموضوع هنا غريب جدا. الموضوع هنا انك انت كل المواصلات عن طريق البوت، يعني هو جايب لك المواعيد والاسعار عن طريق البوت. يعني خط سير الرحله يعتبر عن طريق القنوات المائيه، يعني انت بتخش بتركب البوت جايب لك المحطات عن طريق القنوات المائيه، يعني المحطه دي والمحطه دي والمحطه دي، تنزل مثلا عايز تروح هنا عايز تروح هنا، كل الكلام دوت عن طريق المحطات المائيه. مفيش اي وسيله مواصلات غير المركب فقط او البوت فقط. انت متخيل ان مدينه عايشه على الميه حرفيا؟ دوت رقم الباص اللي بيطلع لك في اللوكيشن، ودي التذكره اللي بتقطعها، دي التاكسيات العاديه. يعني بجد حاجه مبهره جدا. حتى المباني اللي هنا شكلها جميل جدا ومرتب جدا، بس مفيش مبنى هنا يا جماعه اقل من 500 سنه. كل المباني دي قديمه. طب ليه كل المباني هنا قديمه؟ لان مفيش حاجه اتبنت جديده. كل المباني دي او 90% من المباني ديت اكتر من 500 سنه. حتى الناس اللي بتحب تجدد بترمم على نفس المبنى، لان المباني ديت معموله من 500 سنه والاعمده الخشبيه اللي فيها متثبته من 500 سنه. انا مش عارف سبحان الله ازاي ماسكه نفسها لحد النهارده او ماسكه نفسها اكتر من 500 سنه. بس سبحان الله يعني بجد، يعني الشوارع النهريه اللي موجوده الصغيره، اللانشات، بجد يعني ابهرتني بصراحه يعني. طب الناس هنا عايشه ازاي في المنطقه ديت؟ اسمع دي، الناس هنا يا باشا عايشه 250 الف بني ادم في كل المكان دوت.
المفروض ان في 50,000 بني ادم بس اللي عايشين في المنطقه التاريخيه ديت. طب الناس ديت بتاكل ازاي وبتشرب ازاي وعايشه ازاي؟ المفروض ان هنا كاسعاف مثلا الناس هنا عندهم بوت للاسعاف، فيه الاكسجين وفيه السرير وفيه كل حاجه، لو حصل حاجه بيجي ياخدك بالبوت الاسعاف ويوصلك لاقرب محطه اسعاف. طب الناس هنا بتروح المدرسه ازاي؟ في بوت اسمه بوت سكول، المفروض ان الناس هنا بتركب بوت السكول وتروح المدرسه كل يوم الصبح بالبوت بتاع السكول، وفي ناس بتروح المدرسه عن طريق الجسور. طيب الناس المفروض اللي عايشه هنا كام واحد؟ 50,000 واحد عايشين في المنطقه التاريخيه، والباقي كله عايش بره المدينه بسبب غلاء الاسعار، لان المنطقه دي تعتبر منطقه سياحيه وغاليه جدا. البيوت والمطاعم والكافيهات والحاجات الاساسيه وكل المباني اللي موجوده هنا متثبته باعمده خشبيه من 500 سنه، يعني مفيش اي مبنى هنا الا لما بيكون متثبت بعمود خشبي او باعمده خشبيه من 500 سنه. طبعا المدينه ديت مهدده بالغرق، لان منسوب الميه لو عالي كل المدينه دي هتغرق لو العالم ما اهتمش بالمناخ. طبعا ديت الباصات اللي موجوده ودي المواصلات اللي موجوده، حتى المواصلات العامه بتكون عن طريق البوت او عن طريق المراكب. طبعا سبحان الله ربنا خلقنا شعوب وقبائل نتعارف. المدينه ديت بجد ابهرتني واستغربت جدا من المعيشه وان الناس اللي عايشه هنا، حتى الناس الاكل والخضار والمواصلات والشرب والمستشفيات، حتى الاكل لما بيجي لهم هنا بيجي لهم عن طريق البوت عشان يوزعوه على السوبر ماركت. وبسبب كده ان الاسعار مرتفعه، لان عقبال ما الاكل والخضار والحاجه بتجيلك هنا في المدينه بيكون سعرها ارتفع جدا، لانها بتجيلك من اليابسه لحد المدينه العايمه دي. طبعا سبحان الله الناس عايشه هنا ومتاقلمين جدا، بس طول ما انت ماشي بتقول سبحان الله، بتستغرب جدا ان الناس دي متعايشه. يعني هنا مش مجرد مدينه عاديه او مدينه سياحيه، لا هنا مدينه ناس عايشه فيها، بتاكل وبتشرب وبتروح مدارس وبتتعالج وبتشتغل. حتى الناس الموظفين اللي عايشين هنا بيروحوا شغلهم بالبوت عن طريق المواصلات، بيركب بوت لحد اليابسه وبعد كده بيركب المواصلات العاديه. بجد المنطقه دي تعتبر منطقه تاريخيه جدا، وطول ما انت عايش في الميه هنا طول ما انت مستريح نفسيا. سبحان الله. وخلينا نكمل بقيه جولتنا، ودي معلومه على السريع ويلا بينا. ان انت ممكن تنزل من باب بيتك تركب المركب بتاعتك، يعني هنا بدل ما بتنزل تركب عربيتك انت بتنزل من مدخل البيت تركب البوت بتاعك وتروح مشوارك اللي انت عايزه. شوف الناس اللي هنا عايشه ازاي، واي تخيل انت تبقى نازل من بيتك تركب المركب من هنا وتمشي يا باشا، تمسك طريقك او تروح البيت عن طريق الجسر. شارع ريو تيرا ديل كريستو انت متخيل؟ دي الشوارع عادي عندنا زي شارع فلان شارع علان، تخيل ان هي دي الشوارع اللي موجوده. يعني الناس هنا عايشه على فكره، يعني المفروض ان البيوت دي جواها ناس عايشه، المفروض ان دي محلات بس قفلت. هم كده دي الشوارع بتاعتهم، يعني دي منطقه فيها يابسه والمفروض ان الناس عايشه هنا. طبعا هي عشان تخرج الناحيه الثانيه تركب مواصلات، تركب مركب بتروح للقناه المائيه. مدينه غريبه جدا، يعني شكل البيوت فيها حتى من جوه مختلف تماما عن اي مكان في العالم. يعني 8 يورو البيتزا، 10 يورو، 11 يورو الاطباق، 20 يورو، 12 يورو، 14 يورو. يعني الاسعار مش اوفر، يعني عادية، يعني زي كل مدينة رحتها بصراحة، يعني زي تريستي، زي لوبيانا، زي كل مكان رحته حسيت ان الاسعار كلها كده 8 يورو، 10 يورو، 11 يورو، بيتزا 12 يورو، 13 يورو، كل الاسعار هنا كده. هو ده يعتبر اكتر شارع حيوي، وبصراحة يعني الأجواء هنا مختلفة تماما. ومجرد ما بتبعد عن القنوات المائية وبتخش هنا على اليابسة شوية أو مكان هنا تحس إن فيه محلات، بتحس إنك أنت القنوات المائية وحشتك. بجد مبهرة قوي إنك أنت تبقى ماشي ومراكب كتير وبتنوع شوية على القنوات المائية وشوية بتيجي تتمشى هنا في المطاعم اللي موجودة. بجد أجواء تحفة جدا والشوارع شكلها جميل جدا. إيه يا عمر كل دي إزازة؟ جايب لك خصنص. خصنص كل دي ازازه فور عمر. واو for you. فير بيجر حبيبي. شايف بدللك انا. واو ايه ده يا عم، بجد يا جدعان الاجواء هنا حلوه جدا، والواحد فعلا قاعد حاسس باختلاف. العماره شكلها قديم جدا وشكلها تاريخي، بس المطعم بجد تحس ان هو فيه روح حيويه جدا. يعني هو الشارع كله حلو بصراحه. بس انا مش عباية اكل باستا بصراحه. يا عم كل اللي انت عايزه، انت كل اللي انت عايزه يا عم عمر. معالق نحاسيه. This your home? This your home?
You live here? واو you're lucky. حبيبي. واو يا جماعه بص هو بيته هنا ايطالي مفيش كلام. وبص ده بيته سبحان الله هو ساكن هنا. يعني احنا اصلا يا جماعه قاعدين بناكل في المطعم جنب باب العماره. انت متخيل؟ والله العظيم يا سبحان الله بجد مدينه غريبه. فينيسيا يا جدعان فعلا تحفه حرفيا تحفه كل حاجه تحفه. هنا في فينيسيا المطعم ده عليه 2000 ريفيو وكلهم 5 نجوم. خلينا ندوق الباستا بتاعته خلينا نشوف المطعم من جوه عامل ازاي. طبعا المطعم ده يا جماعه بقاله اكتر من 500 سنه اكيد لان معظم المباني هنا كده. طبعا المطعم شكله شيك جدا. الديكور بتاعه ان هو معمول الطوب الاحمر على طول يعني مفيش اي دهان اصلا. هم شايلين كل حاجه وعاملين طوب احمر. شكله حلو جدا بصراحه والمطعم كبير. Anche lei abbiamo un numero fino al corner. بص انا اشوف يعني انا دلوقتي في المطعم طالع لبره. بص المكان عامل ازاي. المكان ولا اروع بجد حاجه تحفه جدا. بصراحه انا شايف ان هو المطعم حلو وفعلا يستاهل ان يبقى فيه 2000 ريفيو 5 نجوم. طبعا هسيب لكم اسمه. ولما بتخرج كده وتشوف الشارع تستغرب جدا ان كل المطعم ده في المكان الصغير ده والمدخل الصغير دوت من غير ما يكونوا حاطين يافطه كبيره ولا اي حاجه. اخيرا البيتزا جت. Buffalo one? Okay, so you're gonna see it right? Yeah. So the vegetable one. حبيبي ثانك يو. فولو بافلو تشيز. وطبعا ما تنساش تاكل الايس كريم اللذيذ جدا. بيعملوه على شكل ورده شكله حلو قوي. اكتر حاجه عجباني ان انا كده هطلع على القنوات بتاعت الميه تاني واتفرج على اللانشات والقعده هناك تحفه. يعني مهما هتمشي في وسط المدينه عارف ان في حاجه حلوه مستنياك. القنوات المائيه معاك زي الفل في كل حته جسور وقنوات مائيه. مختلفه تماما عن الصبح. المراكب خلاص هديت ما بقاش في ناس كتير. مطاعم واضواء خفيفه جدا على اجواء القمر والقنوات المائيه. بحيرات جميله قوي بصراحه. بص البيت عامل ازاي. بص بقى الشارع الصغير ده شارع كبير جدا عناية مش جايبه اخره. بص بقى ترجع تلاقي اللانشات معديه والمراكب معديه والمطاعم. انت متخيل الجمال اصلا في كل حاجه. خلي بالك دي يعني ابسط حته في فينيس. يعني دي حته عاديه جدا. يعني انا مش رايح مثلا مكان مثلا مشهور او رايح مكان مثلا واو عشان اتفرج عليه خالص والله. يعني انا ماشي عادي في الشارع جدا ولا في اي حاجه. بص لشكل العماره واو. اكتر حاجه هتعملها هنا في فينيس هتطلع سلالم وتنزل سلالم تطلع سلالم وتنزل سلالم. كل ده سلالم جسور كتير جدا. انت ممكن بدك تروح على الصيدليه بتركب الباخر بالظبط تركب تروح على اخر المدينه. عايز تعدي الناحيه الثانيه تطلع الجسر وتعدي الناحيه الثانيه كده زي ما احنا نعمل دلوقتي. يعني احنا دلوقتي مش هينفع نمشي غير ان احنا نعدي الجسر كده ونعدي الناحيه الثانيه. وتحتيك قناه مائيه ما بتخلصش. بص انت ماشي في وسط البيوت هترن الجرس هنا ايوه ويفتح لك الباب. ده باب العماره. انت متخيل الجمال ايه يا عم البيوت دي. رامو بيزيلو ده الشارع بتاع رامو بيزيلو. السلام عليكم يا حاج. يا جدعان الناس عايشه جدا اهي. الشوارع بجد غريبه. يعني انا فتحت اللوكيشن وكنت في مكان جيت من مكان قعدت اخرم في وسط الشوارع طلعت تاني في مكان فيه بحيرات وفيه مطاعم. واو هاو ار يو. حياه تانيه خالص. انت شفت جوه الدنيا كانت عامله ازاي. واو. انزل هنا في فينيس بجد هستمتع جدا. واصلا حتى الاي تي ام على البحيره. يعني كل حاجه المحطات على القنوات المائيه الاي تي ام البنوك المطاعم كل حاجه. دوله عايمه فعلا يعني. واو
بجد يا جماعه الفندق ده طلع تحفه، طلع في السنتر حرفيا. بالله عليك يا عمر قول لي كلمه حلوه من المكان ده. والله بصراحه المنظر من هون مختلف تماما من تحت. مختلف. مختلف 180 درجه. يعني واو بص المباني اللي هناك دي. واو بصراحه مو طبيعي. انا عاجبني قوي موضوع محطات الاتوبيس دي، عجباني قوي. ايوه محطه فاصل ثانيه يا عمي. تحفه. واو جميله جدا بصراحه، احلى منظر بجد يا ابني. والله العظيم انا ببص كده حسيت ان هم عربيات واقفه، اقسم بالله. انت متخيل ان ده باركنج الفندق يا جدعان؟ يعني تخيل تقعد في مدينه كده مثلا يومين ثلاثه ما بتشوفش عربيه اصلا. مش ولا سياره. ولا هتشوف يا صاحبي. ايوه مش هتمشي سياره فين. بالبارك. بس كده. والله يا جماعه بنسبه يعني 100% هي دي اكتر مدينه عجبتني لحد دلوقتي. يعني سلوفينيا جامده وهنغاريا جامده، بس فينيسيا موضوع تاني خالص. الساعة دلوقتي 11 والمفروض الباص دوت بتاع المواصلات هنا، ودي المحطات بتاعة الباص. يعني ده باص للمواصلات بس مركب. المفروض ان ده الباص النظامي اللي انت بتركبه، ودي المحطة. انت متخيل بقى؟ متخيل المدينة؟ تخيل بقى انت نازل رايح لحد، تركب الباص بتاعك يا معلم وتروح للمحطة اللي بعدها او المكان اللي بعده. كمان شغله في لاينز. كمان ايه يعني في نوعين، في نوع بياخدك هيك وبيقف بمحطات كذا، وفي واحد ايه بياخدك هيك بياخدك محطات كذا. يعني ممكن تجي واحد يروح هيك وواحد يروح كمان هيك. يعني هو اوريدي ماشي بكل الافرع. ايوه يا باشا انت متخيل دي مدينه، الموضوع مختلف تماما. يعني الموضوع ان انا مش عايز اصور بقى القعده والفيو والجمال وابقى انا بقى قد الدنيا. القصه مش كده خالص، احنا بنستكشف المكان مختلف 180 درجه. يعني انا وعمر كنا واقفين دلوقتي بيقول لي بص هو المخطط ده يعني اللانشات ما تركنش هنا. قلت له انت ايش عرفك؟ ما يمكن المخطط ده يعني ده بتاع الفندق. قال لي لا ده بتاع الفندق. يعني انت هتحس ان انت متلخبط مش عارف يعني تتعامل ازاي بنسبه 100%. يعني يمكن عشان اول يوم واول ليله وانا تعبان من السفر فانا مش فاهم، بس الموضوع غريب يعني غريب. بص يا باشا المفروض ان ده المفروض ان ده هو واصحابه بيتمشوا عادوا بعربيته، منورين يا باشا النور الرايق ومشغل ميوزك رايق وقاعدين بيتكلموا. فينيس الناس عايشه في حته تانية. فينيس هتقعد مثلا 3 ساعات تجمع فيه ايه اول ما توصل. والله يا جماعه الفندق ده من احلى الفنادق اللي دخلتها في حياتي، مع انه بسيط وكلاسيك وفي وسط بحيره، بس من احلى الفنادق اللي دخلتها في حياتي. ده عمر. بص عمر واقف فين. فندق غريب جدا يا عمر بصراحه، تحس ان انت في حلم. بونا سيرا. Buonasera, dai.